سامر فضل في مواجهة مايد الزعابي مدرب منتخب الإمارات. ضربة البداية مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. فاليمن تبدأ هذه المباراة بتشكيلة مكونة من الإمارات. الله على المحاولة الماضية، لكن الكرة تبعد من حارس مرمى المنتخب اليمني. واضح تماما منتخبنا اليوم يلعب باللون الأحمر من غير خطيرة في منطقة الجزاء، فرصة ولكن الإبعاد. برافو برافو برافو. اليوم مدافع منتخب اليمن، عرضية الآن ملعوبة ضح أحمد في حراسة مرمى المنتخب اليمني. على خطر، حذاري يا شباب، حذاري يا شباب. أوهو، مرت إلى خارج أرضية الملعب. حلوة المحاولة. 10 عادل قاسم، عندك أيضا أحمد المشيكي لاعب المنتخب اليمني. المناسبة عادل قاسم من يريد أن يكون على موعد في منصة التتويج. كرة ملعوبة الآن، عرضية في منطقة الجزاء، خطرة خطرة خطرة، ولكن الكرة تبعد من دفاعات المنتخب اليمني. مجريات الدور التمهيدي وبعد ضمان طبعا التأهل من فوزين في الجولة الأولى والثانية. شوف هذه أخطر لمنتخب البلد الذي صار كرة أمامية. تراجع الآن المنتخب الأبيض الإماراتي من أجل التغطية، تسديد نظرا لجهوده في أرضية الملعب. كرة الآن بتعود لمنتخبنا الوطني مع محمد جمعة، محاولة في المرور. برافو، تخلص من رقابة مدافعين المنتخب اليمني. تقدم، تسديدة، يا سلام يا محمد، يا سلام. حلوة الكرة الماضية هذه، حفظها الله. طبعا تتواجد الوطنية كبيرة حينما تعطى الثقة لكادر وطني يقود هذه المنتخبات. كرة الآن خطرة لمنتخبنا الوطني، بتعود من جديد، لا زالت بالقرب من منطقة الجزاء. الإبعاد من دفاعات اليمن، عودة سريعة، كرة مرتدة، كرة مرتدة، محاولة مرمى منتخبنا الوطني من عدم التعرض لأي هدف من المنتخب اليمني. خطرة الآن، برافو، في وسط الملعب الآن لمصلحة المنتخب اليمني. محاولة الآن في المرور. اوهو، يا سلام. عبد الله محمد، فقدان الكرة يا شباب، يا شباب. ابعاد الكرة من امام لاعبي منتخب اليمن، تسديد. الله 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 على التصدي، الله على التصدي البارع. برافو، تسلم يمينه في التصدي وإبعاد الكرة الماضية يا محمد البستكي. عرضية ملعوبة، برافو للبستكي أيضا. إنقاذ الموقف الآن، خطأ لمنتخبنا الوطني، اشتراك مع حارس المرمى. نصف النهائي هي مباراة واحدة فقط تفصلنا عن المتر الأخير، عن الميل الأخير، عن التواجد في منصة التتويج. يا ترى، شوف المحاولة الماضية، التصدي الأكثر من رائع حقيقة. قدم تمريرة للأمام على هذه اللحظة، وعدم ترك الفرصة أمام لاعبي منتخب اليمن في هز شباك منتخب الإمارات في شوط. معليش، هدف يأتي بهذا التوقيت خير من أن لا يأتي في أوقات متأخرة من شوط المباراة الثاني. عودة من جديد، لمسة حلوة، الكرة في انطلاقة لمنتخبنا الوطني. يلا يا شباب، يلا يا شباب. محمد جمعة، محاولة في المرور، عرضية خطرة، جول، لكن الكرة عدت إلى خارج أرضية الملعب. خطأ الآن المنتخب اليمني، عالية وأمامية في منطقة وسط ملعب المباراة، عالية وأمامية، خاطرة الآن، خاطرة للمنتخب اليمني. أوهو، برافو 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 للمنتخب اليمني. محاولة الآن في إرسال كرة للأمام، يا سلام، طريقة جميلة في نقل الكرة واستخلاصها من أمام لاعب المنتخب اليمني. عودة من جديد لمنتخب اليمن، نقترب من 20 وأمامية منتخب الإمارات. ملعوبة الآن في وسط الملعب، عودة من جديد، كرة لا زالت في منطقة وسط الملعب بالنسبة للاعبي المنتخب اليمني. تمريرة في الجهة اليمنى، حذاري يا شباب، حذاري يا شباب، عدم ترك المساحات امام لاعبي المنتخب اليمني. برافو، ابعاد الكره، برافو التقدم، برافو ايضا التراجع واغلاق المساحات امام لاعبي المنتخب اليمني. الوصول الى النهائي فرحه كبيره منتظره باذن الله تعالى. كره الان فيها محاوله للمنتخب اليمني، ارسال الكره في الجهه اليمنى، محاوله في لعب كره عرضيه، تسديدة. الهدف الثاني للمنتخب اليمني، نعم، يسجل الهدف الثاني اللاعب عادل قاسم، يتقدم على حساب منتخب الإمارات.
الهدف الثاني نعم يأتي في هذه اللحظات على بعد 4 دقائق عن صافرة نهاية الوقت الأصلي. شوط المباراة الثاني يسجل عادل قاسم الهدف الشخصي الثاني، والثاني للمنتخب اليمني. منتخب اليمن 2، منتخب الإمارات لا شيء. كرة مثل هذه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. سنتحدث بهذا الفيديو عن موعد مباراة المنتخب الوطني اليمني مع نظيره منتخب فيتنام في الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا في المباراة التي سوف تقام اليوم. الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة. قبل البداية فضلا وليس أمرا لا تنسون من الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإشعارات ليصلكم كل جديد. شاركنا رئيس الإخوات بندية المباراة. صلاة والسلام على حبيبنا النبي. أما عن المباراة التي تقام اليوم بين اليمن وفيتنام للناشئين تحت 17 عاما في المملكة العربية السعودية في الجولة الأولى. وتوقيت عرض المباراة 2026 شهرنا الحالي وهو شهر مايو. أما عن توقيت عرض المباراة 2026 اليوم الأربعاء يوم 6 من شهر مايو. أما عن المباراة سوف تقام عند تمام الساعة 8 مساء بتوقيت صنعاء وبتوقيت مكة المكرمة. وبهذا قد نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على طيب المتابعة. دمتم بأمان الله. شاركونا رأيكم في التعليقات. المنتخب اليمني سيقدم إضافة قوية ومباريات جميلة ويستمتع بها الجمهور اليمني أم لا؟ والسلام عليكم. شكرا على طيب المتابعة.